السلام عليكم. في العصر العباسي كان هنالك شاعر يدعى أحمد بن الحسين، والملقب بأبو الطيب المتنبي، وكان شاعرا لا يجاريه في وقته أحد بالرغم من وجود شعراء كثر، وعلى رأس هؤلاء الشعراء أبو فراس الحمداني. وكان للمتنبي علاقة وطيدة بسيف الدولة الحمداني، وكان يمدحه بقصائد عدة، ومن أشهرها قصيدته وأحر قلباه ممن قلبه شبيب، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. وفيها الأبيات الشهيرة جدا عن أبو الطيب المتنبي، وهي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. فدخل المتنبي على سيف الدولة الحمداني وقال: سأقرأ الأبيات على جزئين لتسهيل الأمر على زبانيتك، وفي هذا كبرياء وثقة كبيرة. وقال لهم: البيت الذي تعجزون عنه هو ما أنال به رهاني، أي إذا قلت من الأبيات بيتا لا تستطيعون حفظه أكون قد كسبت الرهان، فقبلوا بذلك. فبدأ ينشد وقال: متى تزر قوم من تهوى زيارته، لا يتحفوك بغير البيض والأسل، والهجر أقرب لي مما أقاتله، أنا الغريق فما خوفي من البلل. وكانت أبيات جميلة وسهلة وفي المتناول. فقامت الجارية الأولى وغنتها، ثم قامت الجارية الثانية وأنشدت هذه الأبيات، وكانت في منتهى السهولة. وغر أعداء المتنبي ما رأوا، فلم يدع لهم مجالا، واستكمل قائلا: ما كان نومي إلا فوق معرفتي، بأن رأيك لا يؤتى من الزلل، أقل أنل اقطع احمل علي سل أعد زد هش بش تفضل أدنس الفصل. فأعجزهم البيت ولم يستطيعوا حفظه، وقالوا أن هذا البيت ليس بالعربية أصلا، وقالوا له: أعد قراءته مرة أخرى، فأعاد قراءته: أقل أنل اقطع احمل علي سل أعد زد هش بش تفضل أدنس الفصل. ومع أنه قرأه مرتين لكنهم لم يستطيعوا على حفظه. فقالوا: اشرحه لنا بالعربية على الأقل. قال: هي أفعال عربية، هي أفعال أمر، أقل من الإقالة، أنل اقطع احمل علي سلي أعد زد هش بش، أي يعني من السرور والبشاشة، تفضل أدني سر صلي. ففاز بهذا البيت الرهان.